هلو جايز. لا اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. قبل لا نبدا الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك وتعليق حلو مثلكم. طبعا اليوم جايز راح يسوي لنا اكله سهله بسيطه، مكوناتها موجوده بكل بيت. مثلا نبدا بالمكونات. عندنا فلفل، طماطم، بصل، صوصج، اذا مو صوصج اي لحم عندكم، لحم لورشن هم ما ترهام، اي لحم عندكم يرهام. اي وثوم هم كذلك. فهسه قبل ما نبدي الفيديو تنسوا اللايك والاشتراك وتعليق حلو مثلكم. وهسه جايز راح اضيف المكونات كلها بالخلاط. هسه جايز نقطع هذول حتى نخلطهن. اول شي تقطعون طماطم والبصل، تمام، وبعدين الفلفل تخوضوهم هذول وحدهن. بعدين همين تحطون الصوصج او اي لحم عندكم، همين تثرموها وياها، وبعدين تخلصون هيج يصير طعم خنفشاري. هسه جايز نقطع البصل وياه، ورا البصل راح نقطع الفلفل، وبعدين الثوم. طبعا راح نحط هذا كله محضرة الطعام. فالجايز البصل انتوا تحطون على قد عددكم، تمام. يمكن تحطوا بصل قليل، مثلا اذا نفر واحد يرهم له بصلايه وحده وطماطايه وحده صوصجاي. بس لا اذا هواي لا شيء اكيد، هواي اعداد لا شيء اكيد راح تسوون هواي كميات كبيره. اوكي جايز هسه نحن نخلطها وارجع لكم. هسه جايز راح اخذها. هسه جايز خلطناها، راح نكمل تخليط ونرجع لكم. جايز الخطوة الثانية نجيب أي رغيف عادي سواء كان من البيت يعني أو من المخابز من الأفران، وهسه راح نضيف الخليط على الخبز. هسه جايز راح نضيف الخليط على صفحة واحدة بس، اما الصفحة الثانية حتى تطبقوه وياها. ايوه هاي يا جماعة، هاي الأكلة كلش طيبة، ترهن الريوق للغداء، للعصرية كذلك، أيضا للعشاء أو جاء آخر الليل. طبعا هو ألاحظ بنات أو ولد، سواء كان ولد وبنات يجوعون آخر الليل، هاي الأكلة تفيدهم، كلش طيبة ولذيذة. مكوناتها موجودة بكل بيت. ايه أحلى شيء إنه مكوناته وين موجودة؟ بكل بيت. هسه جايز نحط وجه الخبزة. هاي الخطوة الثالثة باعتبار طويناها الخبزة. وهسه جايز راح نضيفها، راح نحطها. جايز طبعا احنا عندنا كابسة، فالرغيف كلش كبير، فراح نروح نقسمه قسمين. راح نسويها بالكابسة، فقبل ما نحط الرغيف بالكابسة راح نحط بالكابسة شوية دهن على مشان ما تحترق. ايوه لو زيت لو زبدة. اي بالحالتين عادي حتى تمام، تصير مقرمشة ولذيذة وطرية. وهسه جايز حطينا الدهن على الكابسة. هسه راح نجيب الرغيف ونرجع لكم. انا اقول هسه جايز. وهسه جايز راح نقصر الرغيف. اي طبعا كبسة صغيرة راح نقصر الرغيف نسوي جزئين. وهم جايز تقدرون تحطون موزاريلا عليه، يعني ايه يصير بعد اطيب. موزاريلا بالعكس تطلع كلش طيبة وياها، بس احنا يعني ما عندنا او ما لحقنا نشتري، فيلا عادي. وهسه جايز من تحطونها انتم هنا، فما تاخذ وقتكم هيش عشان تسوون هيج لحد ما تصير مقرمشة، ونطلعوها. هسه جايز يعني تسوي ونرجع لكم. طبعا هاي جاز بالكابسة. راح نسوي تحدي او مقارنة بين اللي بالكابسة وبالطاوة. تعال شوفكم بالطاوة. وهاي جاز مثل ما شايفين بالطاوة على طريقة أهلنا قبل. هسه راح اشوف المقارنة او وياها الأطيب بين الكابسة او مالت الطاوة. طبعا هاي جايز بالكابسة وهاي بدون كابسة. هسه راح شوف القرمشة طبعا جايز كلش، شوفوا مالطاوة قرمشة كريسبي على قولة مريم. وهاي يعني بس هاي اطيب صراحة كلش عجبتني. ها طبعا على طريقة اهلنا قبل، وهاي بالكابسة تكنولوجيا.
جايز راح اقيمها اني اللي قليناها وسويناها بالكابسة. هسه جايز اول شي نذوق اللي السنة قليناها اللي قليتيها بالطاوة. طبعا جايز لو عندكم سومية بعد تطلع فد اطيب. ايه وهسه خلصت مع بالكاتشب، بجربيها بالمايونيز. خيال. طيبة طيبة طيبة. قاعد تقيميها من 10؟ 10/10 والله كلش طيبة بصراحة. وقاعد اذا عندكم ثومية بعد تطلع اطيب، كلش طيبة تطلع اذا عندكم ثومية. فرجاء حبايبات اللايك والاشتراك وتعليق حلو مثلكم. والى هنا كنت انتهى الفيديو. باي.